السلام عليكم. صندوق الادمان التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي رصدت في اول 15 يوم بس من رمضان حوالي 1384 حاله بتركز على الادمان وعلى على السكر وعلى الخمره وعلى حاجات فعلا انت لو بصينا عليها هي مش من مجتمعنا، وده مش من طبيعي. اكتر من 51 ساعه في نص رمضان في 15 يوم، يعني ممكن على اخر رمضان كان ممكن توصل لاكتر من 100 ساعه ناس بتشرب مخدرات وناس بتشرب خمره، وده الطبيعي. يعني لما اتكلمنا بس على رمضان اللي فات في مسلسلات كتيره جدا بتركز في ده. مثلا في مسلسل حربايه كان على احد ابطالها وهو بيقول المخدرات دي احسن حاجه في الدنيا. مسلسل رايح المدام وكانوا جايبين موميا طول الحلقه كانت بتحاول انها تدور على المخدرات عشان تعمل دماغ وعشان تعيش في الحياه الطبيعيه والجميله. دوت بيرسم لك ان المخدرات دي موجوده من قديم الازل ومن ايام الفراعنه طبعا، وده طبعا شيء ما كانش موجود. شوف لنا حاجه نصطبح بيها. والله الواد بهجت كان معاه حته حشيش قد كده. حشيش؟ يا عم انا عايز بانجو. بانجو؟ من الاخر انا مش فاكر اي حاجه حصلت ايام، انا كنت بقعد اضرب ليل نهار لحد ما اتعمي. في مسلسل لا تطفئ الشمس، وده كان بيرصد، هو مسلسل بسيط وجميل ولطيف وحلو، كان بيرصد اسره مصريه، ميرفت امين واحمد مالك ومحمد ممدوح، وكان بيرصد الاسره المصريه دي اللي هو الطبيعي بتاعها، بتشرب خمره ليل نهار، طول النهار بتشرب خمره. احنا مجتمعاتنا مش مجتمع كلنا قاعدين بنشرب خمره، ومش كلنا قاعدين بنشرب مخدرات، ولو في حاجه سلبيه موجوده في المجتمع لازم تذكرها بالشكل السلبي والشكل اللي على قده بالظبط. كميه المشاهد اللي بترصد وبكميه الكلام اللي بيرصد في الافلام والمسلسلات بيبقى مركز جدا على فكره المخدرات بتعمل دماغ، المخدرات بتغني الشخص، ازاي الشباب يعرف يتعاطى المخدرات، وازاي المخدرات دي من افضل الحاجات اللي في الكون جدا، وازاي المخدرات بتعمل دماغ، وازاي الشاب اللي بيحارب وبيسعى وبيجتهد وبيتعب عشان يتاجر في المخدرات ده بيختني جدا بدون حتى ما يذكر ان دي حاجه سلبيه. الا بعض الحاجات زي مسلسل تحت السيطره مركز ان دي حاجه سلبيه ومشاكلها والحاجات السلبيه اللي بتيجي من وراء المخدرات. انا تعبت من الجري. انا لما كنت عايشه في دبي كنت فاكره ان الصفحه السوداء دي عمرها ما هتتفتح تاني، بس بعد ما رجعت مصر حسيت الصفحات عماله تتفتح واحده ورا التانيه. استحملت المستشفيات والسرقه وكل القرف اللي حوالين المخدرات. ما تلبسهاش غلطات جوزك. جوزي انتكس من يوم ما رجعت مصر. رجعتي الزفت ده ليه؟ مش عارفه. فهيتي يا جماعه خلينا نركز في الكلام ده. صناعي الاعلام يركزوا فعلا، نحاول نبين او نقدم اعلام شويه ايجابي، نحاول شويه نقدم الحاجات اللي ممكن لما نيجي نناقشها فعلا بناقشها بشكلها. ما تقعدش طول المسلسل وطول الفيلم بقالك ساعه بتتكلم في سلبيات وازاي طريقه المخدرات وازاي اعمل ده، وفي اخر 30 ثانيه وفي اخر دقيقه من المسلسل او الفيلم تقول الحاجه دي كانت غلط، وبلاش تعمله واعمل بقى الحاجه الحلوه. مش هينفع طبعا. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. وانا عايز اعرف رايكم في اكتر مسلسل شفتوه في رمضان قدم فعلا الصوره بشكل بذيء جدا في الالفاظ، في الخمره وفي المخدرات. كل واحد يكتب اكتر مسلسل شايفه من وجهه نظره، وايه المشاهد اللي شافها اللي كانت فعلا ممكن تاثر على المجتمع وعلى شبابنا بشكل سلبي. اكتبها في الكومنتات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ونشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.